يا مساء الورد، كل سنة وانتم طيبين. مين متأخر زي في الترمس؟ بصوا بقى، انا جبت كيلو هنا ترمس ونقعته لمدة حوالي مثلا 3 ساعات 4 ساعات كده. وبصوا ما شاء الله اللهم بارك، نفش وايه والحباية بتاعته كبرت. انا طبعا يعني انت اول ما تجيبيه لو في حاجة بقى هتشيليها وكده، وغسلته غسل كويس. وهبتدي بقى ايه اولع بقى عليه النار. هو بياخد مثلا حسب نوع الترمس، ممكن ياخد ساعة، ساعة الا ربع، ممكن ساعة وربع. بس لازم تتأكدوا ان الحباية يعني لسه فيها قرشة كده. هسيبه بقى على النار وارجع لكم تاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا كده بعد ما استوى، بصوا لازم يكون فيه قرشة خفيفة كده. هو ده خد تقريبا مني ساعة وربع. وبعد ما اتسلق وخد سواه، انا سبته في المية السخنة لحد ما برد، وهبتدي اصفيه. ولازم يا جماعة نغير عن المية حوالي مرتين تلاتة اربعة قبل ما نملحه. هغيرها كذا مرة وارجع لكم. وكده بقى سلقنا الترمس وايه، وهنحفظه بقى في علبة. عايزة اقول لكم اصلا انا متأخرة في كل حاجة، ببقى نفسي اصور فيديوهات يعني وصفات حاجات قبل العيد. بس انا فعلا ما بلحقش، بيكون عندي جدا قبل العيد. بيكون عندي ضغط شغل، وبيكون بقى اللي جاي من السفر، واللي يكون مسافر عايز نحضر له حاجات اوردرات ومش عارفه ايه وكده. ربنا يا رب يقوينا ويصلح حالنا وحالكم. ادعونا ان شاء الله و... ويدينا الصحه كده ويعيننا يعني يا رب وما يحوجناش لحد ابدا. انا اول مره يعني كل سنه بنسافر نقضي العيد هناك، سواء العيد الصغير او الكبير بقضيه عند حماتي في الشرقيه. بس كل عيد بكون مضغوطه جدا وبكون تعبانه، ببقى محتاجه ان انا افصل واريح واخد اجازه، واحس ان انا فعلا يعني واخده شويه هدوء كده. فالسنه دي قررت ان انا مش هسافر، يعني مش هسافر. انا عايزه يعني اخد هدنه، عايزه ارتاح. وانا كمان. عمورة طبعا قاعد معايا، لكن أروى وباباها راحوا يشوفوا تيتاتها يعني. و... واحنا بقى قاعدين انا وعمورة بس بقى، وقلنا بقى نعمل شوية التسالي ان احنا ما بنعملهاش في العيد دي ونبقى محرومين منها. بنعملها بقى، اروح لحماتي يوم الوقفة: ماما عملتي ترمس. ترمس؟ تقول لي لا مروه ملحقتش والله. هو يوم تاني يوم الصبح تيجي لنا الناس قرايبنا وكده ياكلوا منه على طول. فاللهم صل على النبي. بصوا انا كده سلقته اهو، وطبعا غيرت عليه الميه حوالي مرتين تلاتة، وهنا الملح. وهحطه بقى عليه واقلبه واتاكد ان هو ايه داب كده فيه. عايزه اقول لكم كله بقى تاكلوا منه كده، كل ما تسيبوه كل بقى ما يحدق كده وياخد من الميه ويكون طعمه ايه حلو جدا. من الحاجات المسليه اللي ايه اللي احنا بنحبها بصراحه. وهنا عندي ميه ماشي. هاخد بقى استنوا الاول، عندي هنا علبه هحط بقى فيها معلقه بابريكا كده. نقلبها كويس. وهحط فيها شطه. ونقلبها كويس. انت مش لاقي حاجه تعملها بقى. الشطه حاميه شويه. انا مش ممكن ماما كده تولع في بقها. لا لا خش. وهاخد بقى شويه بقى من الترمس احطه بقى في الايه في البابريكا والملح والحاجات الحلوه دي. عايزه اقول لكم دي هنحفظها نسحب منها، يعني ناكل منها هنسيبها وكده من قد ايه لقد ايه ماما؟ عادي. كل ما تقعد في التلاجة بيبقى حلو، يعني ما بيجرالوش حاجة. بس ده احنا هنحفظه مش هنحط وملح. وعايزة اقول لكم لو عمل معاكم ريم او اي حاجة عادي بتفضوا المية وبتغسلوه وترجعوا تحطوا تاني، ما بيحصلوش اي مشكلة يعني. وكده بس قلبوا بقى هنا كويس كده. اخد شوية كمان احطهم، بس كده كفاية. ونصفيهم من المية بتاعتهم واحنا بناخدهم. لو البهارات بقى عملت معاكم ريم كده ايه شيلوها عشان تتأكدوا ان المية كويسة معاكم تقعد في وقت اطول. الترمس بقى اللي بملح ده انا هشيله بقى في علبة واحفظه كده في التلاجة.
وده نسحب منه بقى الولاد ياكلوا منه. مش هيبقى بي... حراق. لا لا، انتوا بقى هما بقى يقللوا الشطة زي ما هما عايزين. بص، روحي بقى ما شاء الله، تشيليه بقى في علبة، تاخدي منه بقى. كل ما تسيبيه بقى كمان اكتر كل ما بيكون طعمه تحفة. ما شاء الله، اللهم بارك. وكل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم. وعيد سعيد عليكم. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك. ولو عندكم أفكار تانية نعملها في العيد ابقوا قولولنا في التعليقات. قولوا لنا على رأي عمورة. بصوا طبقكم بقى الجميل ده، وانتوا تعصروا ليمون وقت ما تبقوا عايزين تاكلوا. يا جميل يا جماعة، من الحاجات المسلية الخطيرة. طبعا كل ما تسيبوه بقى في الملح يبقى طعمه ايه؟ أجمل أحلى وأجمل. يلا كل سنة وانتم طيبين. ولو وصلتم لحد هنا متنسوش تحطوا لايك. احنا اصلا نزلنا صلينا وبعد كده كنا مفرهدين، طلعنا بقى نمنا على طول ورايحين بقى عند ماما ونادر وأروى سافروا. واحنا بقى انا نازله عند ماما دلوقتي عشان نتغدى مع بعض، عشان يعني يبقى هو قال لي مروه تعالي معايا، يعني عايزه اروح اشوف ماما وبر الوالدين وكده. قلت له ما بحبش بر الوالدين. قلت له روح انت. ده هزر طبعا، يعني اكيد مش الدرجات دي. قلت له انا الوالدين بتوعي عملوا فيا حاجات صعبه قوي. اتكل انت على الله، بر والديك. بهزر طبعا. انا نازله لماما دلوقتي مستنيني اصلا عشان انا اللي اروح اعمل الاكل. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. المفروض هما اللي يعملوه، انت عملت حاجات كتير ليهم. معلش بقى، يلا سلام. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تحطوا معاه حمص، يعني ممكن تنقعوا الحمص عادي وتسلقوه، بس الحمص بياخد وقت اقل شويه من الترمس وبيحتاج يتنقع وبرده تصفوا عليه الميه وكده. ما لحقتش بصراحه اجيب حمص، فعملت بس الترمس كان موجود عندي.